السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. وبدل ما اطول عليكم ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بأحلى لايك وكومنت محفز، ويلا بينا. بتبدأ المانجا بتاعتنا بواحد عمال بيعد 76 77 78 79 80 81. أيوة في هنا 81 دعامة، وهم فعلا مصدر الطاقة الكونية. لا أنا ما جيتش للمكان الغلط، المكان ده هو اللي فيه سر ولادي، وهو بيكون في قصرة الأرض، وبيكون في وشم على كتفه بيبدأ اللي هو يتحرك. هو بيكلم الوشم وبيقول له أنت حاسس بالموضوع، وبينط وبيفتكر وبيقول الوشم ده ظهر لي وأنا عندي 6 سنين، وفضل معايا لمدة 24 سنة، وفضل معايا في عدد لا يحصى من المعارك، وساعدني كتير جدا عشان أقدر إن أنا أوصل لخبير في الفنون القتالية. وبيكون عمال بيتحرك بأقصى سرعته، بس مع ذلك أنا دايما كنت حاسس إن في حاجة ناقصة، وأكبر سبب اللي أنا ما كنتش فاكر أي حاجة عن طفولتي. أنا على طول كنت حاسس إن في حاجة ناقصة مني، واللي هي موجودة في مكان في العالم ده. بس أنا النهاردة هكتشف كل حاجة. وبينزل لتحت، وأول ما بيشوف تمثال عملاق بيكون في حالة صدمة، وبينط وبيوصل عند ايديه، وبيقول ده طبق شيان، وبيقول انا متوقعتش ان بوابة العوالم هتكون هنا. وبيمد ايده علشان يشوفه، واول ما صباعه بيلمس البوابة الوشم اللي على كتفه بيبدأ اللي هو يتحرك جامد، والمكان كله بيبدأ اللي هو يتهز ويخرج عن السيطرة ويتكسر. وهو بيقول هو ايه اللي بيحصل هنا؟ وفجأة البوابة بتحيط بيه، وبيظهر شعاع من ضوء بيعدي بالمجرات والكواكب والأبعاد، وبنروح لمكان تاني في دولة فارس الأسود في مدينة الماء البيضاء. وبيكون في مجموعة من العيال عمالين بيضربوا ولد، وعمالين بيكسروا المكان كله بيه، وبيقولوا له أحسن لك اللي أنت تدينا الفلوس دلوقتي اللي معاك وتخلص نفسك، ما تديها لنا ببساطة أسهل لك. وواحد تاني بيقول هو أصلا بيجيب الفلوس دي كلها منين؟ أبوه مجرد بواب، وإحنا ما نعرفش الفلوس اللي معاه دي هو أصلا جايبها منين، فحتى لو أخدنا الفلوس دي دلوقتي ما حدش هيعرف حاجة ولا حد هيسأل عنها. وهو فجأة بيفتح عينه وبيقول هو أنا فين دلوقتي؟ هو أنا ليه في جسم ولد عنده 15 سنة؟ والوشم بيتنقل على كتفه وبيمسك راسه وبيقول تقريبا أنا دلوقتي فهمت، الجسم ده كان فيه روح مش كاملة. وفضل الولد ده مصنف على إنه مجنون لمدة 15 سنة من عمره، وما كانش حتى بيقدر اللي هو يدافع عن نفسه. علشان كده وبيفتح عينه بيقول روحي نزلت في الجسم ده. وفي واحد بيقول بصوا الغبي ده قدر اللي هو يقوم مرة كمان. ففي واحد تاني بيقول كويس قوي، يبقى كان نقدر اللي احنا نضربه تاني. انما هو في لحظة واحدة بيقدر اللي هو يبعد عنه ويتفادى الهجمة، وبيقول كويس قوي مهارات ال30 سنة انتقلت معايا. ايوه الحقير، انت ازاي تتجرأ اللي انت تتفادى هجمتي؟ وهو بيبص له بيقول في نفسه انا هو بدأت اللي انا افتكر التلاتة دول عبارة عن شلة متنمرين، ودايما بيسرقوا الفلوس اللي جدي بيديها لي. وبالتفكير في الموضوع جدي مجرد بواب، منين بيجيب كل الفلوس دي؟ والولد بيتعصب بيقول له يا حقير انا بتكلم معاك، انت ازاي تتجرأ ان انت تتجاهلني؟ وبيروح علشان يضربه، انما الولد بمجرد صباعين بيقدر اللي هو يطيره ويكسر كل عظم ايده، وبيقول كفايه ازعاج. وبيقول في نفسه ان اصلا علشان افتكر حاجه في الجسم ده بفتكرها بصعوبه كبيره جدا وبتكون مشوشه، فبازعاجكم كمان مش قادر ان انا افتكر اي حاجه. انا دلوقتي لازم اللي اروح افكر في الموضوع ده وابدا اللي افتكر. صحيح انا كنت هنسى لو انا مش غلطان، في النهارده يوم تحديد المستوى في الأكاديمية تيان. وبيفتكر والجد واقف مع حفيده، والجد بيقول له أنا عارف اللي أنت ممكن ما تفتكرش، بس أنا عاوزك إن أنت تسمعني كويس. في نوعين من الناس في العالم ده، واحد دايما بيقف وهو رافع راسه وده هو القوي اللي كل الناس بتحترمه، انما التاني دايما بيقف وهو منزل راسه وده هو الضعيف اللي كل الناس بتيجي عليه. ومع انك لسه صغير فانا مش عايزك ابدا اللي انت تنزل راسك، انت من عيلتي، وحتى لو اضطريت اللي اضحي كل حاجه فاضحي انما تكون انت محترف في الفنون القتاليه. وبيقول في نفسه انا ساعتها ما فهمتش اللي جدي قالهولي، انما فهمت هو كان قصده ايه، وعلشان كده قررت اللي انا ما استسلمش خالص، وان مهما حصل هيكون هدفي من النهارده اللي اكون محترف في الفنون القتاليه. ده هو حلمي اللي في الجسم ده وفي العالم ده. ومع ان كانت الروح اللي في الجسم ده غبية، الا اللي هو كان مصر على تحقيق حلمه وحلم جده، بس الاتجاه اللي هتحرك فيه في الغالب هيكون مختلف شوية. والاتنين متنمرين التانيين بيقولوا يا متخلف انت ازاي تتجرأ اللي انت تضرب صاحبنا كده؟ احنا دلوقتي هنوريك مقامك. وهما الاتنين بيروحوا علشان يضربوه، وبيقول انا لو عايش في العالم ده فلازم اللي استخدم قدراتي.
وبيستخدم مهارة قدرة شبح التنين، والاتنين أول ما بيشوفوا الهالة بتاعته بس بيكونوا مرعوبين جدا وبيضربهم وبيطير الاتنين، وهما الاتنين بيكونوا قاعدين مرعوبين في الأرض وبيقولوا هو امتى الشاو بقى بالقوة دي؟ أرجوك ما تقتلناش. وهو بيقول في نفسه غريبة قدروا اللي هم يصمدوا قصاد ضربتي، دي مهارة كف التنين، هم مجرد تلميذ من أكاديمية تيان بس هم فعلا أقوياء عشان يقدروا يصمدوا قصاد المهارة دي. بس واضح اللي في الجسم ده ترتيب القوى يكون مختلف عن العالم بتاعي، في 4 مستويات موجودة في العالم ده، وعشان تنتهي من المستوى المستوى فانت لازم تروح لقمة المستوى اللي فات، وفي العالم ده مفيش أي قيود على الجسم، ممكن توصل لأي مستوى انت تقدر عليه، وانا اللي بستخدمه هنا من الرتبة منخفضة تقريبا، بس لو بدأت اللي أمرنه شوية هقدر اللي أنا أرجع ممارس للفنون القتالية قوي جدا زي ما كنت في العالم اللي فات، وعشان كده هقدر ان انا اهزم اي اغبياء زي دول بسهولة بفضل خبرتي. وبيروح لواحد فيهم وبيدوس على وشه وبيقول لهم باعتماد على قوانين العالم ده، وبيقول لهم مش لازم اللي انتوا تكونوا مرعوبين قوي كده، احنا نعرف بعض بقالنا بتاع 3 سنين، انتوا ليه خايفين قوي كده؟ طب انت عايز ايه يا سيد شياو؟ انا اقول لكم في خلال ال3 سنوات اللي فاتوا اخدتم مني بتاع 1080 عملة فضية، فلما نحسب الفوائد والزيادة الشهرية فيوصلوا ل 9871 عملة فضية، ودلوقتي هو وقت السداد. ايه 9800 عملة فضية مش كانت مجرد 1000؟ فالشياو على طول بيقوم ضربه، واضح اللي انت مش بتسمع، انا قلت اللي انا حطيت الفوائد والزيادة الشهرية بتاعتي، طب هو المبلغ اللي احنا بندين بيه ليك كام؟ فالشياو برضه بيضرب التاني وبيقول له واضح اللي انت برضه ما بتفهمش، قلت لكم 9871 عملة، تقدروا تدفعوا دلوقتي؟ ايوه اكيد نقدر. طب ده كويس جدا، طب احنا ممكن ان احنا نمشي دلوقتي؟ وهم التلاتة بيقوموا ويا دوب بيبدأوا اللي هم يتحركوا، فالشياو بيقول لهم استنوا هنا، هو في ايه تاني؟ تعالوا هنا لما نمضيكوا على وصلات امانة، بس احنا معناش هنا اي ورقه او اي قلم. ما تخافوش دي مش مشكله. وبيبص لهم بعدين وهي بتطق شرار، هو انت هتعمل ايه؟ اسوأ حاجه ممكن اللي هي تتعمل. وبينط عليهم بيقعد يمسك فيهم هما التلاته ويعجنهم في بعض، وقبل ما بيسيب التلاته من غير هدوم، وهم بيقعدوا يعيطوا ويقولوا له انت مش بس قطعت هدومنا، انت كمان خليتنا ان احنا نمضي بالدم. خلاص كويس كده، انا هاخد 3 اتصالات امانه دول وهمشي، افتكروا بقى اللي انتوا بكره تجيبوا معاكم الفلوس. وبيروح للاكاديميه وبيقول ممارس للفنون القتاليه، هو ده الحلو. واول ما بيخش كله بيقول بصوا ده الشاوي الغبي ده لحد دلوقتي لسه ما يقس، دي 6 مرة يترفض من الأكاديمية. وبيجي له عجوز وبيقول له واضح إن أنت لحد دلوقتي ما استسلمتش، وده كويس جدا، اوعى تهتم باللي هما بيقولوه، ابذل جهدك واجتهد على قد ما تقدر. والشاوي بيقول في نفسه معلم الفصل التالت ده فعلا لطيف جدا، ما بيستسلمش خالص حتى مع نوع الطلاب اللي زي الفاشلين. وفجأة في واحد من الطلاب بيقولوا بصوا ده هناك يون هناك، وكله بيروح انه يبص عليه، والولاد بيقولوا بصوا دي فعلا اجمل بنت موجودة في الأكاديمية، وبيقولوا احنا لازم اللي احنا النهارده نعمل احسن حاجة عندها عشان نقدر اللي احنا نلفت نظرها بس. والبنات ما بيكونوش مهتمين بكلامه، ده زيان هناك ده هو الرتبة ال5 ما بين التنانين موجودة، والكل بيكون عمال بيتخانق علشان يبصوا على الاتنين دول. والشاو بيقول هو فعلا لازم اللي هم يبالغوا كيف تقديرهم. وانغ بيقول لها وانت ايه اللي جابك لهنا؟ فيو بتقول له مالكش دعوة، عموما مطرح ما انت هتكون موجودة هتلاقيني موجودة، ومع ذلك مالكش دعوة، انا بس كنت خايف عليكي من تجمع الناس دول كلهم علينا عشان مش عايز ان اي حد فيهم يأذيكي. وكل الولاد فعلا بيكونوا معجبين بيها جدا لدرجة اللي هم عمالين بيزقوا في بعض، وشوان بيتزق وبيدوس بالغلط على جزمة حد، ولما بيبص بيلاقيه زيان، وشياو بيقول له على طول انا اسف، وكل الناس بتقول خلاص الولد ده زمانه ميت، زيان هيقتله حالا، انما زيان بيقول خلاص مش مشكله بس عوضني بحياتك. وفي لحظه واحده بيكون هيضربه، انما بيجي المعلم وبيمسك ايده قبل ما توصل له بثانيه واحده، وبيقول له دي مجرد شويه تراب جت على جزمتك، انت فعلا عايز ان انت تقتله بس علشان شويه التراب دول؟ طيب خلاص تمام. وبيسحب ايده، والمعلم بيقول شوان تقدم علشان الاختبار. حاضر. والناس بتقول خلاص ده بدأ التقييم، واللي بيكون مشرف على الاختبار برضه بيكون معلم من الفصل الثالث، وبيقول في طريقتين عندنا للتقييم، يا اما اللي انت تضرب الطبلة دي كل قوتك، ولو قدرت اللي انت تعمل فيها ولو ثقب صغير فانت هتكون قادر اللي انت تكون مقاتل فنون جسدية، وهتكون كده اجتزت الاختبار ونجحت، يا اما اللي انت تروح وتلمس حجر الروح القتالي ده، وهو بيقدر اللي هو يحس بطاقة الروح الكاملة،
وبيجي حد من بعيد وبيقول هو انتوا كل ده لسه ما خلصتوش؟ المفروض لو كل طلاب الفصل التالت عندهم قوة روحية كويسة تكونوا خلصتم من بدري، والاختبار ده ما ياخدش الا شوية دقايق. لينر، هو انت ايه اللي جابك هنا مع طلاب الفصل الرابع؟ وده بيكون مدرس الفصل الرابع. خلصنا بدري فقلنا نيجي نشوف اختباراتكم. خلينا دلوقتي نشوف طلاب المعلم الفصل التالت ونشوف مستواهم. وفي بنت بتكون متعصبة وبتقول ده بيكذب، هو عارف دلوقتي ان الدور على شاو وعشان كده جه علشان يتريق على المعلم ده، وشاو معروف اللي هو كل سنة بيسقط. شاو الغبي ده يكون السبب اللي يتريق على المعلم بتاعنا. والمعلم بيقول شاو اتفضل علشان تاخد التقييم بتاعك وتقدم لقدام. وبيقول في نفسه انا عارف ان جده عمل كل اللي يقدر عليه علشان يساعد حفيده، ودور ليه على ادوية واعشاب كتير ممكن اللي هي تزود من قوته، انما قدرتك على اللي انت تنشئ صواعق فدي هتكون حاجة معتمدة عليك انت بس دلوقتي. فابذل دلوقتي كل مجهودك. والشيو بيقول في نفسه ذكريات الجسم ده بتقول ان في نوعين من المقاتلين. النوع الاول بيعتمد على قدرته القتالية وده اللي هو بيتدرب على قوة جسمه، والنوع التاني هو ده اللي بيدرب قوته الروحية وده اللي بيقوي قوتهم الروحية وبيزودوا التشي بتاعتهم. ولازم اللي انت تقوي التشي بتاعك عشان تقدر اللي انت تقوي نفسك في اي ناحية من نواحي جسمك. وبيروح عند طبلة وبيغمض عينه وبيمشي من جنبها، وفي حد بيقول هو خايف منها ولا ايه، وبيروح عند حجر والكل بيكون مصدوم والكل بيقول هو فعلا غبي ده عاوز اللي هو يحاول بالحجر. والشاو بيروح للمعلم بيقول له انا هتجرب بالحجر، والمعلم بيقول له اعمل اللي انت عاوزه، وكله بيقعد اللي هو يضحك عليه وكله بيقول ده فعلا متخلف. هو مش عارف اللي هو لو ما كانش عنده قوة روحية قبل سن 15 وعمر القوة الروحية دي ما تظهر، ده واضح اللي هو حتى ما بيستخدمش مخه في التفكير. هو بيروح وبيقول في نفسه انا عارف ان جدي كان عاوز دايما مقاتل بقوة روحية عالية، بس انا هكون اللي جدي عاوزه دلوقتي. وبيحط ايديه على الحجر، انا هتغلب على حدود الجسم الضعيف ده وهحقق اللي هو عاوزه. والحجر بيبدأ اللي هو ينور والطاقة تمشي فيه لدرجة ان الاضاءة بتكون عالية جدا وبتغطي الأكاديمية كلها، والناس بتقول ضوء قوي ده معناه اللي هو عنده قوة روحية كبيرة جدا. والمعلم بيقول كل 3 ومضات عبارة عن مستوى، وفي 3 مستويات منخفض ومتوسط ومرتفع. ده معناه ان 3 ومضات ده معناه مستوى منخفض، و6 ومضات ده معناه مستوى متوسط، و9 ومضات ده معناه مستوى مرتفع. انما دلوقتي هو عمل 10 ومضات، انا مش عارف ايه الرتبة اللي هو يستاهلها كده. وبيبدأ فجأة الوشم اللي هو ينور على كتفه وبيغذي الحجر كله، وبيقول في نفسه ايه اللي بيحصل ده، انا حتى مش قادر اتحكم في اللي بيحصل. ومن كمية الطاقة الموجودة الحجر بيتدمر وبتخرج اضاءة عظيمة جدا بتملى المكان كله، وتبدأ اللي هي تعمل عاصفة في السماء، وبيكون في خيال تنين باين موجود في السماء والمدينة كلها بتقدر اللي هي تشوفه، والرعد والبرق بيبدأ اللي هو يملى المكان وكل الناس بتكون خايفة. وبيكون في واحد في قصر وبيقول دي فعلا قوة روحية كبيرة جدا، والقوة دي طالعة من الأكاديمية، وده بيكون قائد الجيش. وبيقول لجنوده كل يفوق اجهزوا علشان تحموا الإمبراطورية، ما تخلوش الأضواء دي تلهيكوا أو تشتتكوا. وفي ناس كتير بتبدأ اللي هي تقع في الأرض وبتكون عمالة بتتعذب وبتقول احنا حاسين الطاقة الروحية بتاعتنا عمالة بتتسحب من جسمنا. وحتى المعلم نفسه بيقع في الأرض وهنغ كمان، وبيكونوا عمالين بيتعذبوا جدا. وبيقول مستحيل ان جسمه يكون قادر اللي هو يطلع كل الطاقة دي. ويون بتقول الطاقة دي مستحيل اللي هي تكون طالعة من شواي ده، انا لازم اعرف هو منين جايب الطاقة دي. انا هستخدم دلوقتي الرؤية القتالية عشان اقدر اللي انا افهم هو منين جايب الهالة دي. واول ما بتبدأ اللي هي تستخدم مهارة على عينيها وبتبص عليه، فبتسمع صوت مين ده اللي اتجرأ اللي هو يبص على روحي، وعينيها بتبدأ اللي هي تنزف وبتقول لا ده مش بني ادم، استحيل اللي هو يكون بني ادم، دي عبارة عن قوة روحية خالصة. الآلة دي موجودة عند ناس قليلة جدا، دي عبارة عن اندماج ما بين الاستبداد والحرب، ده عنده قوتين في جسم واحد. وفجأة كل حاجة بتختفي والكل تقريبا بيكون في الأرض. ومدرس الفصل الرابع بيقول هو ايه اللي حصل ده، الهالة دي مستحيل اللي هي تكون خارجة من شواي. وهنغ بيقول يون ما تخافيش خالص، محدش راضي اللي هو يعمل لك حاجة طول ما أنا موجود. وهو أصلا بيكون قادر اللي هو يقف بالعافية، وهي بتقول له خلي بالك من نفسك الأول. وبيكون هو
هو اصلا تعبان جدا، وكل الطلاب بيكونوا فعلا حسوا بضرر كبير وبيقول هو ايه اللي حصل ده. الهالة اللي طلعت دي كانت قوية جدا وتسببت ان اي حد عنده هالة اضعف منها يقع في الارض ويعاني من المعاناة دي، وده معناه اللي هو اقوى مننا كلنا. ومعلم الفصل الرابع بيقول محدش هنا يتخض، العميد عمال بيتدرب على تقنية جديدة، اكيد هو كان السبب في كل اللي حصل ده. والكل فعلا بيبدأ اللي هو يأمن على الكلام ويقول ايوه اكيد العميد هو اللي عمل كده. العميد معروف بقوته الكبيرة جدا، بس المشرف على الاختبار بيقول لا غلط، مع اني بعترف بقوة العميد الهائلة، الا ان هي كانت ولا حاجة مقارنة بالقوة اللي ظهرت من شوية دي. الهالة اللي غطت المكان دي كانت بتاعة شوان، الهالة اللي غطت المكان ده كانت بتاعة شياو. وعموم خلونا دلوقتي اللي احنا نكمل التقييم. زي ما احنا كلنا دلوقتي شفنا شياو عنده قوة روحية كبيرة جدا، مع انه ضعيف جدا. بمعنى تاني للتوضيح هو اجتاز الاختبار ونجح. والشياو بيقول في نفسه واضح ان انا جبت انظار عليا بزيادة شوية عن اللزوم. والمعلم بيقول مين كان يفتكر ان في موهبة زي دي موجودة في الجيل ده. انا مبسوط جدا ان في الموهبة دي ظهرت، وكل الناس بتقول مستحيل ازاي شياو يكون بالقوة دي. ومدرس الفصل الرابع بيقول ايوه يا معلم استنى لحظة، الحجر اتأثر بالقوة الشديدة اللي هو طلعها من شوية واتكسر واتدمر تماما، وعشان كده لازم اللي احنا نعيد التقييم من تاني. وكل الناس بتبدأ اللي هي تقول ايوه لازم التقييم اللي هو يتعاد. فالمشرف على الاختبار بيقول من امتى وانا محتاجك اللي انت تساعدني في التقييم، انت لو ما وافقتش اللي هو يعيد الاختبار فانا عامل تقرير بيأكد اللي انت بتلعب بالنتائج بتاعة الاختبارات. فزيون بيقول انا عندي حل، اللي يفشل في الاختبارات ده معناها اللي هو ممكن يتحدى اي حد ولو كسبه يكون نجح في الاختبار. فالمعلم بيروح عليه على طول وبيقول له مفيش لازمة اللي انت عاوز تعمله ده، هو خلاص نجح، والرهان اللي انت عايز تعمله ده مش هيكون ليه اي قيمة. وزيون بيقول انا ما بتكلمش عليا. وبيظهر من وراه واحد عملاق جدا وبيقول له زوفان انا عاوزك اللي انت دلوقتي تخش الاختبار وتخسر، وساعتها طالب اللي انت تقاتل شياو، وما تخافش المقابل اللي انا هديهولك ساعتها مش هيكون قليل خالص. حاضر أيها السيد الصغير. وبيروح وبيقف قصاد الطبلة وبيضربها ضربة خفيفة جدا وما بيحصلش فيها طبعا أي حاجة. وبيقول أيها المعلم أنا دلوقتي فشلت وعايز اللي طالب اللي أنا أقاتل شياو. وهو بيقول في نفسه طالما السيد الصغير بيدعمني فأنا أكون واثق إن خسارتي دلوقتي دي هيعود عليا بمنفعة أكبر قدام لما يدعمني في كل حاجة. إحنا ما فيش ما بينا أي ضغينة، وكمان إحنا زملاء في الأكاديمية هنا، وأنت عايز اللي أنت تعمل مشكلة معايا، أنت اللي لازم تلوم نفسك علشان انت زعلت السيد زيون. انا هنهي الموضوع ده كله بضربة واحدة وبعد كده هقعد اضرب فيك لحد ما يغمى عليك. وبيقول واضح ان الحالة هتكون صعبة من دلوقتي. الناس الطيبين بيستفادوا من طيبتهم، انما الناس بتفتكر ان هم ضعاف فبتيجي عليهم عشان فاكر ان هم مش هيقدروا ياخدوا حقهم. انت قلت دلوقتي اللي انت هتقضي عليا بضربة واحدة، وانا لحد دلوقتي ما حسيتكش على الجملة دي صح؟ انا حالا هحاسبك عليها واخليك تدفع ثمنها غالي. استناني بس دقايق وانا هقتلك دلوقتي. وهو بيهجم عليه بضربات كتير فجأة، وهو بيقدر اللي هو يتحرك بسرعة وفجأة يقف قصاده، وبضربة واحدة بيقدر اللي هو يطيره وبيخليه واقع على الأرض مش قادر اللي هو يتحرك. وبيقول مستحيل ان انا اكسب بلكمة ضعيفة زي دي. والناس بتقعد تقول هو كان مخبي قوته دي طول السنين اللي فاتت. والمعلم بيقول لا انا مش غلطان، هو فعلا قدر اللي هو ينور الحجر 10 مرات. والمشرف بيروح لمعلم الفصل الرابع وبيقول له انت شايف اللي بيحصل قدامك مش كده؟ والشيو بيقول انت لو كان عندك اي اعتراض تاني على فوزي فممكن ان انت تواجهني في اي وقت انت عاوزه. فهو بيقول له علشان بس ما احرجش المعلم فانا هسيبك النهارده. وبيمشي هو والتلاميذ بتوعه. ويوم بتقول المتدرب الغريب ده عنده كل القوه دي. وزيان بيقول انت بتتجرأ ان انت تضرب حد من عيلتي، واضح ان انت مش بتحترم حاجه. وبينقض عليه بسرعه رهيبه، بس قبل ما يوصل له بثانيه واحده شيو بيبدا اللي هو يحضر نفسه علشان يصد الهجمه، انما المعلم بيجي قدامه وبيصد هو الهجمه دي. ايوه معلم انت بتتجرأ ان انت تهاجمني؟ لو انت هنا بتمثل العيله بتاعتك فانا هنا بمثل الاكاديميه كلها. لو انت عيلتك كانت ناويه ان هي تبدا حرب ضد الاكاديميه فابدا دلوقتي. وهو بيقول في نفسه مع ان عيلتي قويه جدا
ومن اقوى العائلات اللي موجودة، الا ان الاكاديمية دي تكاد تكون اقوى اكاديمية موجودة، وانا عيلتي لسه مش جاهزة لمهاجمة الاكاديمية دي. ايها الولد، جهز نفسك، بعد سنة واحدة انا هسيبك لمدة سنة، وبعد كده هاجي واشوف مين هيتجرأ اللي هو يحميك. تمام، انت دلوقتي بتقول ان انت عايز تسيبني لمدة سنة، فايه رأيك ان احنا نعمل بقى مواجهة بعد سنة، وسواء انت مت او انا مت فما فيش اي حد هيقدر اللي هو يتدخل. ايه فايه رأيك في الموضوع ده؟ تمام قوي، طالما انت عايز ان انت تموت قوي كده فانا هساعدك علشان تعرف تموت. اتفقنا، وهما الاتنين بيتفقوا كده على القتال بعد سنة واحدة. وبتيجي يونو في لحظة بتكون جنبه وبتقول اسمك هو شياو، انا هستناك عقبال ما تكون متدرب داخلي. وزيون بيتعصب ويقول ديون بتفكر اللي هو ممكن يكون متدرب داخلي، وهي بتمشي من المكان وهو بيطلع وراها وبيقول اول ما اخلص من الغبي ده هيجي دورك انت كمان في نفسه. وبيهدده وبيقول له انت لو بقيت متدرب داخلي فانا هقتلك على طول. وفجأة في حد بيحط ايده على كتفه وبيقول له انت عملت شغل كويس جدا، وبيكون المعلم المشرف على اختباره. وواضح ان انت ما رفعتش بس قوتك، انت كمان رفعت مستواك القتالي. انت مش لازم خلاص دلوقتي اللي انت تخاف من اي حد بيهددك. خد دي تقنية تدريب ممكن اللي انت تستخدمها. شكرا لك يا معلم. وبيكون ماشي وبيقول اخيرا نجحت في الاختبار. وبيروح لمنزل عائلة تيان اللي هو منها، وبيقول انا كان المفروض لو وصلت للبيت. وبيخبط على الباب وبيخش وبيقول جدي انا رجعت. وبيكون في ناس قاعدة معاه وبيسأل نفسه هي ليه واحدة من اجمل بنات الاكاديمية موجودة عندنا في البيت. واول ما بتشوفه بتقول ليه عادي من الرحمة انت تتجرأ ان انت ترجع للبيت. والشاو ما بيكونش فاهم حاجة وبيقول هو انا ممكن اكون عملت اي غلطة ونسيها. وهو بيقول لها انت لازم اللي انت تتكلمي معايا باحترام خصوصا وانت في بيتي. وهي بتتعصب منه بتكون عاوزة اللي هي تضربه، انما هو بيمسك ايديها وساعتها بيحصل انفجار وهي بترجع لورا. والجد بيكون قلقان على حفيده، وفي راجل بيقول هو انت قدرت ان انت تطور من قدراتك؟ فالشاو بيقول له مش بالظبط كده. والبنت بتقول انا دلوقتي هستخدم الاسهم بتاعتي. وهو بيقول في نفسه هي دي تقنية قتالية، وهي بتهجم عليه بسرعة. انما الجد بيروح ساعتها وبيدافع عن حفيده. والجنرال بيوقف البنت وبيقول لها كفاية الهبل اللي انت عماله بتعمليه ده، هو اللي كان عمال بيهاجمني الاول، اسكتي خلاص. هو مش بس بيستخدم قدراته، هو كمان قدر اللي هو يزودها جدا. هو لو استخدم كل قدراته كان زمانه اللي هو طيرك لأبعد بكتير. انت هنا اللي خسرتي، لا انا لو كنت استخدمت كل قوتي كان ممكن جدا ان انا اقدر ان انا اهزمه. انما هو بيقطعها وبيقول لها خلاص اخرسي. وهي غصب عنها بتسكت وبتكون متعصبة جدا. وهو بيروح للشياو وبيقول له تهاني اللي انت قدرت توصل للمستوى العاشر كده، في خطوة واحدة هي بس اللي فاضلة في عملية التنقية والتكثيف اللي احنا بنعملها. والشياو بيقول في نفسه هو منين الجنرال ده عارف ان انا عندي روح غير كاملة؟ والجد بيقول للجنرال ده كله بفضل اهتمامك بيه، شكرا ليك. ده هو الجنرال المسؤول عن الامن، يعني البنت دي حاكمة المقاطعة. والجنرال بيقول كل اللي انا عملته ده كان ضمن الوعد بتاعنا، وهو كمان اجتهد جدا عقبال ما قدر يوصل للقوة دي. وعلى العموم دلوقتي يا شيو انا عندي حاجة مهمة عاوز اللي انا اكلمك فيها. والبنت على طول بتقول لا مستحيل انا مش هتجوزه. والشيو بيقول هو عايز اللي هو يجوزني بنت؟ هو جدي مسك عليه سيديهات ولا ايه عشان يخليه اللي هو يجوزني بنته؟ والجنرال بيقول انا اتفقت مع العجوز ده على حاجة وبقيت مدين ليه بدين كبير جدا، واتفقنا اللي انا هسدهوله على هيئة 3 حاجات. الاولى حساء الاعشاب اللي انا اديهولك كل يوم لمدة كذا شهر اللي الدكتور كتبهولك. وتاني شرط اللي انت تتقبل في الاكاديمية. وتالت شرط اللي انت تتجوز بنتي. فالشيوب بيقول في نفسه ايوه، يبقى علشان كده كنت اقدر ان انا اخش الاكاديمية براحتي واخد الحمام الكبير ده. كل ده كان بفضل الجنرال. والعجوز بيقول لازم اللي احنا خلاص النهارده نفي بالوعد التالت. والجنرال بيقول هو احنا كان اتفقنا اللي احنا هنجوزه بنتي علشان نقدر اللي احنا نحميه، بس هو دلوقتي خلاص اتعالج بنسبة 100% وبقى ممكن اللي هو يحمي نفسه وبقى قادر على الزراعة واللي هو يطور من قوته الداخلية. فالجد بيقول يبقى خلاص احنا نخيره هو يختار اللي هو عاوزه. والتلاتة بيبصوا له في نفس اللحظة وهو ما بيكونش عارف يقول ايه. والبنت بتقول في نفسها هو انا ازاي دلوقتي المفروض ان انا اقنع الغبي ده اللي هو ما يتجوزنيش ويسيبني في حالي؟ وبيروح وبيحط ايده على كتفه وبيقول له انت خلاص دلوقتي بقيت كبير وممكن ان انت تاخد قراراتك بنفسك. الراجل المفروض اللي هو يتحكم بقوته هو، هي دي الطريقة الوحيدة عشان تاخد اي مكان انت عاوزها. فالشو بيقول في نفسه وده معناه اللي هو عمال بيلمح لي حاجة اللي أنا مش هقدر اجيب المكانة والاحترام اللي انا عاوزه الا بقوتي انا، حتى لو اتجوزت من بنته فده مش هيفيدني. وهو بيقول كلام الجنرال صح، انا رأيي اللي احنا خلاص نلغي الجوازة. بجد يعني انت بجد عايز تلغي الجوازة؟
يا خلاص كده وفيت الدين بتاعي للعجوز ده، تعب الشهور اللي فات خلاص خلص. والجنرال بيكون فرحان جدا، انما عجوز بيقول استنى لحظة، هو فعلا ممكن حوار الجواز ده يكون انتهى، الا اللي احنا هنجيب حاجة مكان الجواز. لازم اللي انت تبعت حباية طاقة داخلية من مستوى عالي، وده يقدر اللي هو يفيده باستخدام الطاقة الروحية بتاعتك وتدعمها بيها، علشان دي هي اللي هتقدر تساعده اللي هو يتجاوز مرحلة. طب خلاص تمام انا موافق، بس انا دلوقتي لازم اللي انا امشي، وانا هبعت لكم حباية الطاقة وهدعمها بطاقتي انا شخصيا. وبيمشي هو وبنته، والشيو بيفضل مع جده بيولع شمعة وبيقول جدي هو ايه اللي بيحصل؟ فالجدي بيقول انا عارف ان انت عندك اسئلة كتير، بس انت هتفهم كل حاجة في الوقت المناسب. الجنرال حتى لما خرج دلوقتي هو فاكر اللي هو المستفيد من الصفقة دي، بس هو غبي مش فاهم اللي هو دلوقتي خسران وهيندم قريب جدا. وحتى بالنسبة للبنت دي، برغم اللي هي كانت جميلة جدا تكون زوجة ليك، انت مراتك يا شياو هتكون احسن بكتير منها. وهو بيكون مستغرب ومش فاهم ازاي هو في اصلا اجمل من البنت دي على العموم خلاص مجرد حاجات ممكن نتكلم فيها بعدين. لكن بالنسبة لك انت دلوقتي، فانت مهم بالنسبة لك اللي انت ترفع من قوتك، عشان انت اول ما تكون قوي كل حاجة تكون ملكك وهتنحني قدامك. والشاو بيقول في نفسه هو الجواز بالنسبة لجدي مجرد حاجة تافهة؟ طب يا جدي هو انت مش المفروض تقول لي اكتر شوية عن تاريخ عائلتنا؟ انت ابوك كان قوي جدا، انما مات لسوء الحظ، هو اتقتل عن طريق حيلة تم اغتياله بيها. انما على العموم انت دلوقتي خلاص روحك اكتملت، وعشان كده انت محتاج دلوقتي بس اللي انت تزود من قوتك، وبعد كده ممكن اللي انا احكي لك اي حاجة انت عاوزها. طب قول لي ايه هي الطاقة الروحية؟ انت شفت القسم الصغيرة اللي البنت دي كانت بتستخدمها ضدك؟ القوة بتنقسم لأربع حاجات: الطاقة والروح والقلب والجسم، ولازم الأربعة دول يجتمعوا مع بعض عشان يدوك الطاقة الروحية اللي انت محتاجها. وبعد ما تقدر توصل لمستوى عالي بيظهر وشم الطاقة الروحية عليك جدي. والجد أول ما بيلف، هو ده الوشم اللي انت بتتكلم عليه بتاع الطاقة الروحية، وأول ما بيشوفه بيتصدم بيقول ازاي لا ده مستحيل، انت ازاي قدرت اللي انت تجيبه؟ لا مش هينفع، لا اقول لك دلوقتي. طب تقول لي ايه؟ انت دلوقتي قوتك لسه مش كفايه، انا خايف ان انت لو عرفت دلوقتي تواجه شويه مشاكل ملهاش لازمه. اول ما تكون قوتك كفايه احكي لك كل حاجه. والشيو بيقول في نفسه خلاص دلوقتي بعد ما استرجعت روح لطاقتي هقدر ان انا استكشف العالم ده وقوانينه وقوته براحتي. ولازم دلوقتي ان انا احقق تقدم سريع واركز على الزراعه وطاقتي الداخليه. وفي حد بيخبط على الباب بتاعهم وبيقول ايها الجد. والشيو بيروح وبيفتح الباب وبيقول مين؟ وبيقول هو انت مين؟ فالراجل بيقول له مش انت شوي؟ الجنرال بعت لك حباية تقوية روح داخلية زائد 10,000 قطعة ذهبية موجودين هنا، من فضلك خدهم. والشيو بيقول الجنرال فعلا وفى بالوعد بتاعه، وبيخش بالحاجة وبيقول له وريني كده حاجة دي. والجد بيقول فعلا الحباية دي جودتها رائعة جدا ومن مستوى عالي. على العموم بلاش اللي انت تستخدمها دلوقتي. طب انا امتى استخدمها يا جدي؟ بعدين. الوشم اللي على كتفك دلوقتي هو المهم، هو قوي جدا، هو اصلا مصنف من اقوى 10 اوشام موجودة من اللي بيدوا الطاقة في المملكة كلها. انت دلوقتي لازم تطور من مستوى زراعتك حالا. انت لو استخدمت الوشم ده وفقدت السيطرة ممكن في لحظة من غير ما تقصد اللي انت تتحرق وتتحول لقطعة من الرماد. والشيو بيقول يبقى علشان كده في جسمي اللي فات كان دايما جسمي بيحارب الوشم طول الوقت. انا اصلا كان فعلا شكلي اول ما تميت ال30 سنة كواحد عنده 100 سنة. والجد بيقول انا عندي طرق ممكن ان انا احللك بيها كل المشاكل اللي احنا قلناها دي، بس استنى عقبال ما يجي شهر مارس، ساعتها ممكن لو قدرت ان انت تتقن تقنية معينة الوشم ده يتبخر، وساعتها الموضوع مش هيكون بنفس الخطورة عليك. وعلى العموم الوقت دلوقتي متأخر، ممكن اللي انت تروح وتستريح. حاضر يا جدي، بس انت برضه يا جدي محتاج اللي انت تستريح شوية. وبيخش الأوضة وبيقول في نفسه بالنظر لجسمي اللي فات فأنا ممكن أقول إن وشمي اللي فات كان عمال بيستنزف في روح جسمي بشكل كبير جدا، إنما بعد ما جد اشرح لي كتير عن الوشم ده قدرت إن أنا أفهم حاجات كتير، وممكن بالمعرفة والخبرة اللي عندي دي اللي أنا أكون المرة دي قوي جدا. بس كان في تلميحات في كلام جدي اللي أنا أعرف حد قوي جدا، هو مين ده؟ وأنا ليه لسه مش قادر اللي أنا أفتكره؟ وبيكون قاعد بيتأمل وفجأة بيسمع صوته بيقول هو إيه الصوت ده؟ وبيطلع لبره بأقصى سرعته وبيقعد يندع على جده، وبيلاقي فجأة رسالة موجودة وبيبدأ اللي هو يقراها. شياو جدك عنده حاجة مهمة جدا لازم اللي هو يعملها دلوقتي، وعلشان كده مشيت ومش عاوزك اللي انت تقلق. كان في منافس ليا وكان قوي جدا وقدرت اللي انا اختمه لفترة مؤقتة، بس لازم دلوقتي اللي اروح واتعامل مع الموضوع ده. بس انت لازم اللي انت تزود من قوتك علشان تخليه تحت الملاحظة وتتحكم فيه
لو انا ما قدرتش ان انا ارجع، ولو ما رجعتش خلال 3 شهور ساعتها اعتمد على نفسك واعتبرني مت. انا سايب لك دوت قطعة من اليشم الابيض، وده يعتبر اسمن كنز موجود معانا، وهو اسمن حاجة سابها ابوك قبل ما يمشي، وهو ممكن يساعدك علشان توصل لرتبة عالية جدا. ده زائد اللي انا اخدت بالي اللي انت كويس جدا في استخدام تقنية كف، بس هي لسوء الحظ لسه مش كفاية علشان كان سبتلك تقنية جديدة، ودي مهارات شوان العكسية، وهي مهارات قوية جدا ممكن اللي هي تساعدك. يا ريت بس اللي انت دلوقتي تفهم معنى كل الكلام اللي انا قلته. احنا اصلا في الماضي كان عندنا املاك كتيرة جدا، بس كان في شخص هو كان السبب في كل حاجة تحصل وان كل الاملاك دي تضيع، وكان هو السبب الاساسي في تزعزع قوة روحك، واللي هي ما تكونش مستقرة بالمنظر ده. بالرغم اللي انت دلوقتي خفيت، الا اللي انت تاخد شوية وقت عقبال ما توصل لقوتك الكاملة، ولازم علشان تقدر اللي انت تحافظ على العيلة بتاعتنا اللي انت تكون اقوى واقوى. وطول الفترة اللي انا هكون فيها مش موجود افتكر حاجة واحدة، اللي انت ما ينفعش ابدا اللي انت تدور عليا. وبيقفل الرسالة اخيرا وبيقول اخيرا خلصت قرايتها، ما فعلا طويلة اوي الرسالة دي. وبيبدأ اللي هو يحاول يختبر قوته، وبيبدأ فجأة اللي هو يحس بألم شديد جدا، وبيقول فعلا الموضوع ده مؤلم جدا، بس لازم اللي استوعب كل نقطة من القوة دي جوه جسمي. وبيبدأ اللي هو يجمع كل قوة، بيتعذب من الألم، وبيقول لا أنا لو كملت بالمستوى ده فأكيد هيحصل انفجار جوايا وهموت. فبيخرج طاقة على طول على الباب، وبيدمر بيها الباب وكل حاجة قدامه، وبيقول لي أقل من نص قوة المهارة اللي أنا بتمرن عليها. أنا لازم اللي أنا أسرع جدا من قوة تطوري. صحيح ده دلوقتي وقت الأكاديمية، بس الباب بتاع البيت ما بقاش موجود، دي آخرة التخوف. وهو بيسيبه وبيطلع على الأكاديمية. في الغالب ما فيش حاجة مهمة في البيت عشان تتسرق. وهو ماشي في حد بيقول له شواي اقف هنا، وهو لما بيقف علشان يشوف مين بيلاقي نفس التلاتة متنمرين، وبيقول لهم انتوا فعلا ما تعرفوش إيه هو الدرس بتاعكم. وبيجي واحد وبيقول له انت ازاي تتجرأ اللي انت تهاجم ابني؟ انا هقتلك دلوقتي. انما في حد بيمسك ايده وبيقول له ما ينفعش اللي احنا نقتله هنا، احنا قدام بوابة الأكاديمية، كفاية ان احنا نكسر عظمه، علشان لو قتلناه عقاب مش هيكون هين خالص. وبيكون ابو التلات اولاد اللي ضربهم التلاتة موجودين، وفي واحد بيزعق وبيقول له كله يقف هنا، وبيقول حاصروا كل الدخلاء اللي هنا دول. وفجأة في حراس كتير بيظهروا من حواليهم وبيحاصروهم. في واحد بيقول رحنا في داهية، ودول بيكونوا فريق تطبيق القانون اللي في الأكاديمية. وفي واحد من الأولياء الأمور بيقول احنا أولادنا التلاتة طلاب في الأكاديمية، والتلاتة تعرضوا للضرب من قبل الولد ده. واضح انها كمان لو تعرضت للضرب ومش قادر لا اجيب حقهم، جايب ابويا هو اللي يجيبهولي واروح اعيط له. وده بيكون قائد فريق تنفيذ القانون في الأكاديمية، وكل الناس اللي بتكون واقفة بتتفرج بتقول كلنا عارفين ان الشاو هو اكتر واحد بيتعرض للتنمر والضرب في الأكاديمية دي. احنا اصلا مش مصدقين اللي هو قدر اللي هو يضرب التلاتة دول. وواحد بيقول الناس دول عمالين بيهزروا اكيد، وبيميل على قائد الحراس وبيقول له اللي هناك ده هو قائد السابع للحراس، وده هو قائد المجموعة الرابعة، وانا قائد المجموعة الخامسة. وبيجي واحد وبيقول انا نائب قائد المجموعة الرابعة، انما جدي الولد ده هو مجرد عامل زبالة في الأكاديمية. وواحد بيقول انت عارف اصلا الزملاء بيكونوا ازاي مع بعض وهزارهم العنيف. وقائد الحراس بيقول بصفتي قائد حراس تنفيذ القانون في الأكاديمية، فانا وظيفتي ان انا احرص ان القانون دايما يتطبق، وانتوا بكل رتبكم صفاتكم دول ما تهمونيش في حاجة. انتوا مش هنا على حدود بتدافعوا عن البلد، انتوا جيتوا هنا علشان تعملوا مشاكل. انا هبلغ الجنرال عشان يجي ويشوف حوار بتاعكم ده انتم التلاتة. وهم التلاتة اول ما بيسمعوا الاسم ده بيترعبوا. ايه يا عم استنى الكلام اخده وغطا. وواضح ان بيكون فعلا الراجل ده قوي جدا عشان يرعبوا هم التلاتة، وبيبدأوا اللي هم يحاولوا يلموا الدنيا، وبيقولوا احنا جينا هنا بس علشان نشوف اولادنا ونشوف اللي اتنمر عليهم ونحاول نخوفه بس شوية. صح هو ده اللي حصل. فالقائد بيبص للشو بيقول له هو ده اللي حصل؟ فالشو بيقول له طبعا لا، هما اللي جم وقعدوا يقولوا لي اللي هما يقتلوني ويكسروا عظمي. وتقدر اللي انت تسمع الكلام ده من كتير من اللي كانوا واقفين هنا، وكل الناس بيقعدوا يقولوا ايوه هو ده اللي حصل. كانوا عمالين بيقولوا اللي هما يقتلوه دلوقتي. وواحد فيهم بيقول من فضلك ده غلط، وما كانش لازم اللي احنا نعمل كده، ما كانش لازم اللي احنا نتكلم بالاسلوب ده معاك، من فضلك احنا اسفين سامحنا. وكلهم بيبداوا اللي هما ينحنوا له ويعتذروا له. فهو بيضحك وبيقول ان
كنت خايف قوي منهم عشان ما كنتش عارف هيعملوا ايه فيا دلوقتي. وبيقول ده انا كنت هموت من الخوف بسببهم. وواحد منهم بيكون متعصب جدا وبيقول ده انا هرد لك كل اللي انت بتعمله ده، بس استنى عليا. وواحد فيهم بينادي على الخادم بتاعه بيقول له روح بسرعة وهات 1000 عملة فضية. وشياو بيتعصب وبيقول 1000 قطعة فضية؟ هو انت فاكرني شحات هنا ولا ايه؟ انتوا لازم تدفعوا تعويض عن التنمر عليا. وبيطلع وصولات الأمان اللي هو كان مضيها للولاد. على الأقل لازم دلوقتي إن كل عيلة فيكم تدفع 1,000,000 قطعة كتعويض عن التنمر ده، زائد طبعا وصولات الأمان اللي معايا. فالمبلغ كله هيبقى عبارة عن 3,980,000 عملة قطعة فضية. ففي ولد بيتعصب وبيقول هو المبلغ ده كله منين جه؟ مش كان أقل امبارح؟ فأبو الولد بيقول له اخرس، وبيقول له احنا دلوقتي معناش فلوس كتيرة جدا ممكن ان احنا نديها لك، ممكن اللي انت تخصم لنا 1,000,000. فالشيو بيقول له ايوه طبعا، بس انا هاخدها على هيئة مثلا اكاسير، حبوب طاقة، كنوز روحية، حاجات كده يعني. ففي واحد بيطلع له ازازة وبيقول له في 9000 حباية تقوية طاقة موجودين هنا، وتقريبا بيساوي حوالي 1,000,000 عملة فضية. والتاني بيطلع حباية برضه وبيقول انا معايا حباية من المستوى العالي جدا لتقوية الجسم. فالشيو بيقول له لسه مش كفاية، فبيطلع خاتم وبيقول له ده خاتم بعدي عنده مساحة تخزين 5 أقدام، يعني 5 متر للي مش عارف قدم. والخاتم ده لوحده بيساوي بتاع 1,200,000 وعملة فضية. تمام انا موافق. والتالت بيكون واقف ومش عارف يعمل ايه وما بيكونش عارف يديله ايه، فبيطلع حجر من معاه وبيقول انا معايا هنا حجر روحي. وفي واحد من اللي بيتفرجوا بيقول حجر روحي، وكل الناس بتقعد تقول ده كريم جدا، اللي هو يديله حجر روحي ده كنز لا يقدر بثمن. انما اول ما بيوريه للناس بيقولوا ده مجرد حجر ميت. والشياو بيقول في نفسه الحجر ده عمال بيتفاعل مع الخاتم بشكل غريب. وفي واحد بيقول الحجر ده ميت وما يساويش اي حاجه ومحدش هيقدر يستخدمه في حاجه او يستفاد بيه، ده حتى وهو ميت يساوي اكتر من الفلوس بكتير، انتوا بس اللي مش عارفين قيمته. فالشياو بياخده وبيقول انا هاخده وهوافق بيه. وكل الناس بتكون مظلومه ومش مقتنعه باللي هو عمله، وكل واحد بيطلع بطاقة كريستالية وبيقولوا له احنا دلوقتي هندفع لك بالبطايق. والتلاتة بيحطوها جنب بعض والشاو بيقول لهم تم استلام الفلوس واهلا بيكم في الاكاديميه وتعالوا في اي وقت لو كنتوا عايزين ان انتوا تشوفوني. وهما التلاتة بيمشوا وهم متعصبين جدا وبيكونوا مش هيطلعوا دخان، لا هم فعلا بيطلعوا الدخان. وبيقولوا له ما تخليناش ان احنا نشوف وشك ده تاني ابدا بره الاكاديميه. والشاو بيروح لقائد وبيقول له شكرا ليك جدا على وجودك واللي انت وقفت جنبي. فهو بيقول له ولا شكر ولا حاجه، انت لو حصل لك اي حاجه في المستقبل ممكن ان انت تيجي على طول على مكتبي، تمام؟ وانت لو احتجتني في اي حاجه فانا على طول هجيلك. وبيخش الاكاديميه اخيرا وقائد الحرس بيقول الولد ده مثير للاهتمام. والشياو بيبدا اللي هو يطلع سلالم طويله عقبال ما بيقدر اللي هو يوصل للمكتبه بتاعه الاكاديميه. وبيكون في واحد قاعد والشياو بيروح يقول له اهلا من فضلك كنت عاوز ان انا اروح للمكتبه بتاعه الاكاديميه. فالراجل بيقول له علشان تقدر ان انت تخش روح لهناك ودخل البطاقه بتاعتك. وهو بيروح وبيقول انا حتى لحد دلوقتي لسه ما دخلتش المكتبه عايز ان انا اشوفها قوي. وبيدخل البطاقه بتاعته وتظهر كل بياناته، الاسم والصف واسم المدرس والعملات بتاعته. وبيكون باين اللي هو معاه 100 عمله وبعد استخدام البطاقه بقى معاه 90 عمله، 10 عملات عشان يخش المكتبه كتير قوي. وبيخش المكتبه اخيرا وبيبدا اللي هو يتمشى فيها وبيقول دي فعلا مكتبه عملاقه جدا، يا ترى ابدا منين؟ انما فجاه بياخد باله من حاجه وبيقول هو فعلا في حد ممكن اللي هو يكتب على اليشم الابيض بصوابعه. وبيخش على رف وبيقول يا ترى اختار انهي كتاب فيهم. واول ما بيسحب كتاب في واحده بتقول انا لو كنت مكانك كنت بدلت الكتاب ده بتمارين قوه الجسد بقوه الروح. وبتديله كتاب وهو بيكون مستغرب ومش فاهم مال كتاب قوه الجسد اللي هو اختاره. فهي بتقول له كتابك نفسه مفهوش اي مشكله، انما الثقل الطاقه ده وسيله قديمه جدا، ان ما كانش فيه تنافس ما بين البني ادمين زمان وعشان كده كانوا بيثقلوا الطاقه واللي طاقته اعلى بيكون هو الكسبان، انما ده خلاص اختفى دلوقتي في العصر ده. فالاحسن ان انت دلوقتي تختار كتاب يساعدك على تقويه الروح. طب وانا مش هيكون احسن ان انا اقوي جسمي المادي الاول؟ فهي بتقول له بلاش اللي انت تكون طماع، مستحيل اللي انت تحقق حاجه كبيره عن طريق نوع واحد من التدريب، لازم اللي انت تتدرب على اكتر من حاجه. فاحسن لك كمان ان انت تاخد واحده من حبوب تقويه الجسم، ده هيكون احسن لك.
وهيسرع من تطورك. شكرا ليكي على اللي انت بتهتم بيا. فهي بتقاطعه بتقول له مجنون وبتمشي وهي متعصبة. وقبل ما بتمشي بتقول له لو انت عايز اللي انت تطور من جسمك احسن لك اللي انت تجرب ده. وفجأة في حاجة بتترمي عليه وهو بيقدر اللي هو يمسكها. وبتقول له دي مجموعة من المهارات ممكن ان انت تتعلمها. وهو بيقول في حاجة غريبة في الورقة دي، في كلمات وحاجات غريبة محفورة في الورقة دي. انا مش فاهم حاجات كتير من الورقة دي او حتى مش قادر اللي انا اقراه، بس اقدر اللي انا اتعامل. الموضوع مش هيشكل لي ازمة. وبيقول في نفسه واضح ان في حاجة غريبة بتحصل، حتى لو هي عايزة تساعدني بطريقة غريبة الموضوع ده مش هيفرق معايا. اهم حاجة ان انا اعرف كتير من فنون الدفاع عن النفس واقدر ان انا افهم طرق كتير بيتحارب بيها. وبيخرج من المكتبة وبيمشي وفجأة بيلاقي نفسه اللي هو متحاصر. وبيقول له احسن لك اللي انت تقف عندك، وانتوا عاوزين ايه؟ في حد بيقول له احسن لك تبطل الالعاب اللي انت بتعملها دي. هو انت تقصد ايه؟ احسن لك اللي انت تفهم بسرعة شوية، احنا عايزين الورقة اللي بتتها لك. يا اصحابي انتوا فاهمين غلط، انت بتتجرأ اللي انت تنادينا لاصحابك؟ انت لو ما سلمتنيش الورقة دلوقتي فانت هتكون ميت. احنا هنا دلوقتي في عالم الاكاديمية، عالم الاقوياء. طالما انت ما متش فما حدش هيسأل او يهتم بيك. سلم لنا الورق حالا وبعد كده اركع على ركبك وتوسل لنا بالرحمة. فهو بيتوب وبيقول لهم خلاص زي ما انتوا قلتوا، طالما مش هقتل حد يبقى ما حدش هيسأل ومش هتحصل لي مشاكل. خلاص واضح ان انت فعلا عايز تموت. التعامل مع زبالة المدرسة ده هيكون مجال خبرتي. وفي لحظة بيكون قدام واحد فيهم وواحد بيقول اقتله بسرعة وكلهم بيهجموا عليه. انما في لحظة بيكون هنا وهناك وعمال بيطوح فيهم الضرب من غير ما حد يقدر اللي هو يشوفه، وضربة من يمين وضربة من الشمال، وهو بيقدر اللي هو يصد كل الضربات اللي بتيجي عليه. لا ومش بس كده، بيقدر كمان اللي هو يرد لهم الضربات ويكسر عظمهم. صحيح هو انا نسيت، هو انا ينفع ان انا اكسر عظمكم؟ اصلا محتاج ان أنا استاذنكم. انما فجأة بيلمح حاجة بعينه وبيكون ولد عنده قوة عملاقة وبيقول انت ازاي تتجرأ ان انت تقعد تضرب كده وتضرب اصحابي؟ انا هقتلك حالا. وفي واحد فيهم بيهاجم عليه وبينط في الهواء وبيدوس على واحد من اصحابه بيلزقه في الارض. وبيبدأ اللي هو يحضر هجمة قوية جدا اسمها الذئب الاحمر. وساعتها الشاو بيقول في نفسه زي ما انا كنت متوقع، فنون الدفاع عن النفس اللي هنا هي مجرد مزيج بين فنون القتال والروح، وبيضيفوا عليها قوة تعزيز الجسم وده اللي بيديلهم القوة. وفي اللحظة دي ولد بيهجم عليه انما هو بيقدر اللي هو يمسك ايده وبايده تانية بيجهز هجمة وبيقول طالما ده كل اللي انت تقدر اللي انت تعمله يبقى احسن لك اللي انت تموت. انما الصدمة اللي هو بيضرب ايده هو وبيطلع اللي هو بيعززها بالطاقة وبيخلي اللي قدامه يطير وبيكسر عظم ايده. والولد بيقول لا ده مستحيل اللي هو يكون انسان، ده اكيد مجرد شيطان. ودي للاسف كانت نهايه الفيديو بتاعنا. فما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم فيديو جديد اول ما ينزل، اللي هو هيكون بكره ان شاء الله طبعا. وتدعمونا باحلى لايك وكومنت محفز عشان تساعدونا في اللي احنا نكمل تنزيل. وصلوا على النبي. وكان معاكم ميدو احمد، سلام.